السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم فيديو جديد وتجربه جديده من متابعه وتجربتها مع التسمم الدموي، وازاي السلحفه بتاعتها خفت بعد ما كان جالها تسمم دموي. فهنحكي كل حاجه باستفاضه، بس عايزه اطلب من حضراتكم ان حضراتكم تعملوا لايك للفيديو عشان ينتشر لأكبر عدد ممكن وكله يستفاد. طبعا كان بيجيلي أسئلة: هل التسمم الدموي ممكن يعني السلحفة تخف منه؟ أيوة، وعشان كده أنا جايبه لكم الفيديو ده، وعايزة أوريكم إن السلحفة كانت حالتها صعبة جدا، والحمد لله بفضل من رب العالمين السلحفة خفت. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. شايفين طبعا صاحبة السلحفة كانت مربيها في الشقة على السجادة عادي جدا زي أي حد ما بيجيب سلحفة ويربيها عنده في الشقة، ومش كانت مخصصة لها بيت. والسلحفة كانت بسم الله ما شاء الله بتاكل وتتحرك زي ما حضراتكم شايفين عادي جدا، وما كانش فيها أي حاجة. وده طبعا معظم المربيين بيعملوا كده، بيجيبوا سلحفة ويسيبوها في الشقة على سجادة على بطانية أو حتى على البلاط أو على السيراميك، وبعد كده يقولوا السلحفة كانت كويسة وفجأة مرضت، سواء بقى جالها التهاب رئوي، ضيق في التنفس، التهاب في عينيها، تسمم دموي، الحاجات دي كلها. اوكي، فهي ما كانش موفرة بيئة طبيعية من الأول. بس السلحفة كانت عندها بقالها فترة طويلة. كانت السلحفة بتاكل عادي زي ما حضراتكم شايفين. ده الجزء اللي هي كانت بتحط السلحفة فيه، بطانية اهي او حصيرة مش عارفة. وده طبعا لما قلت لها لازم توفري بيت مناسب للسلحفة، فجابت لها البوكس ده ضيق، بس على الاقل احسن ما نسيبها في الشقة على بطانية او على سجادة. اوكي. فطبعا هي كانت بتتواصل معايا، وسبحان الله هي بجد اهتمت بالسلحفة جدا، وفرت لها بيئة مناسبة زي ما هوري حضراتكم كده. بقت تعرضها للشمس، لان الشمس مهمة جدا 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 في علاج السلاحف. تمام. على فكرة علاج السلاحف بيطول لو السلحفة مرضت. هنا طبعا كان للأسف الشديد السلحفة جالها تسمم دموي، وهي لاحظت بعد ما السلحفة كانت نشيطة وبتمشي وبتاكل، فجأة كده لقت الصدفة بتاعتها قلبت باللون الأحمر اللي حضراتكم شايفينه ده، فتواصلت معايا. طبعا أنا كنت عاملة لكم فيديو وشرحة فيه التفاصيل على موضوع التسمم الدموي، بس أنا حبيت أعمل لكم الفيديو ده أوريكم تجربتها هي الشخصية، وان الاهتمام والحب وان احنا نهتم بالسلاحف ونراعيهم فعلا بيجيب نتيجة. هنا طبعا شايفين بسم الله ما شاء الله اللون ابتدى يخف شوية من الصدفة، هي كانت تبعت لي المراحل على طول. هنا طبعا لما ابتدت تجيب لها تربة زراعية وابتدت تعمل لها بيئة مناسبة، وجابت لها بيت اهو وفرشته مشمع وتربة زراعية مع رمل. فده شيء مهم جدا 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 ان احنا نوفر للسلحفة بيئة مناسبة، نوفر لها شمس، ناخد بالأسباب، نتقي الله في السلاحف، نعالجهم بما يرضي الله ونهتم بيهم. والسلحفة أكيد هتخف. أنا وهنا طبعا عملت لها مغبى جميل بجد تسلم إيديها. بجد أنا بحييها جدا إن هي وصلت للمرحلة اللي هوريها لكم، بس حضراتكم كملوا معايا الفيديو من البداية للنهاية بجد عشان كله هيستفاد. هنا طبعا هي عامله لها مغبأ صغنطوط خالص، المفروض يعني ايه، هقول لها تبقى تكبره شويه او تظبطه. اوكي. هنا طبعا برضو عملت لها سيراميكا، ده كمبدئيا كده، فانا مبسوطه يعني. جابت سيراميكا تانية اهي. هنا طبعا كانت بوريكم بقى الحمار اللي في الصدفة كان شكله عامل ازاي. وفي كتير لو اهملوا في موضوع التسمم الدموي للأسف الشديد السلحفة ممكن تموت، لانه بينتشر في اعضاء السلحفة كلها وفي الدم. فخلاص السلحفة لو مش لحقناها من البداية للأسف الشديد هتموت. هي طبعا راحت للبيطري زي ما قلت لحضراتكم، اداها 3 حقن مضاد حيوي، وبعد كده هي كملت العلاج في الفيديو اللي انا كنت عاملاه، وابتدت تحط لها مرهم موضعي على الصدفة، هحطه لحضراتكم على الشاشة. وهنا طبعا بعد ما السلحفة بسم الله ما شاء الله خفت، هي كانت بتقولي دي اخر حتة حمراء في بطن السلحفة. شايفين حتى الصدفة بسم الله ما شاء الله، بجد اعجاز والتوفيق طبعا من عند رب العالمين في الاول وفي الاخر. شايفين الصدفة خفت خالص من بطنها ومن الصدفة نفسها، بسم الله ما شاء الله. بجد هي الحتة دي بس اللي كانت باقية،
طبعا هي اهتمت بيها، وده اللي انا عايزه اوصله لكم من الفيديو. لو احنا اهتمنا بالسلاحف وفرنا لها بيئه مناسبه، اديناها العلاج بتاعها المناسب، سعينا واهتمنا بيها، لان الاهتمام عليه 90% من العلاج. شايفين هنا الصدفه بقت عامله ازاي، وشايفين هنا كانت عامله ازاي. بوريكم الشكلين عشان تعرفوا ان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ربنا كتب للسلحفة دي عمر جديد، وربنا يجازيها كل خير صاحبة السلحفة عشان تعبت معاها، لان دي روح وهنتحاسب عليها، وان هي عالجتها واهتمت بيها بجد وما بخلتش عليها خالص من وقتها. العلاج خد قد ايه؟ خد 3 شهور. طب نوع المرهم اللي استخدمته ايه؟ هوريهولكوا دلوقتي. طبعا ده شكل المرهم اللي صاحبة السلحفة استخدمته. طب كانت تستخدمه قد ايه يا طنط نانا؟ كانت بتستخدمه مرة واحدة بس في اليوم، بتدهنه على بطنها وعلى الصدفة من يعني دهان خارجي. وطبعا كانت كمان بتحطها في حمام ميه مع بتادين زي ما قلت لحضراتكم وشرحت لحضراتكم في الفيديو اللي قبل كده. هحطه لكم في اول كومنت او في صندوق الوصف عشان طبعا ترجعوا له، يعني لو حبيتوا ترجعوا له، انا شارحه فيه حاجات بكل استفاضه. وكمان لازم نتاكد ان السلحفه عندها تسمم دموي، لان برضو لسه مبعوت لي قريب ان السلحفه صاحبتها كانت فاكره ان عندها تسمم دموي، والحمد لله رب العالمين انه طلع اللون. هحط لكم برضو الصورة على الشاشة. هنا طبعا كانت بعتالي صورة، فمن بعيد كده تشوفوا الصورة تقولوا انه تسمم دموي. طبعا صاحبتها اتخضت جدا، لان زي ما قلت لحضراتكم ان التسمم الدموي مش سهل خالص وصعب جدا. فخدتها وراحت لبيطري، فلما البيطري شافها على الطبيعة عرف ان ده لون يعني في الصدفة مش تسمم دموي، الحمد لله رب العالمين. فعشان كده بقول لحضراتكم اتأكدوا من التسمم الدموي. شايفين الفرق هنا؟ الشكل الصدفة كان عامل ازاي، اللون في الصدفة نفسها، اما التاني كان اللون بس مدهون على الصدفة. فده اللي بفهمه لحضراتكم، ان مش كل لون على السلحفة ممكن يكون تسمم دموي، لان احيانا التجار لانهم بيجيبوا سلاحف في شكاير فوق بعض، الله يسامحهم بقى، فاحيانا بيدهنوهم لون عشان كل واحد يعرف البضاعة بتاعته. المهم في نهاية الفيديو تحية خاصة لصاحبة السلحفة على الإنجاز والتعب والنتيجة الروعة الجميلة دي اللي فرحتني أنا شخصيا. بجد فرحت جدا جدا، بفرح جدا لما السلحفة بتخف وبتتجاوب معايا، وبزعل جدا لما السلحفة بتكون مريضة. فالحمد لله والشكر لله، الفضل من عند رب العالمين، السلحفة خفت وبقت زي الفل ورجعت لطبيعتها، عشان هي وفرت لها بيئة مناسبة واهتمت بيها واهتمت بالأكل واهتمت بالشمس. عايزة أقول لحضراتكم السلحفة كائن جميل، المرض بتاعه بيطول. السلحفة قعدت 3 شهور تتعالج من التسمم الدموي، ما تعالجتش بين يوم وليلة. علاج السلاحف بيطول جدا، سواء برد او التهاب رئوي او حتى تسمم دموي. فارجوكوا اهتموا بالسلاحف.